اسكندريه مزعلاكوا ليه؟ طب فلافل ومشروع وجبنه تركي ومستيكه وجومه واحيه. يعني انتوا استفزيتوا الفنانة ليه؟ طيب يعني الست طلعت، بصوا زي ما انتوا شايفين بلبس البيت، طلعت لكم بلبس البيت تدافع عن اسكندرية. راعوا شعور الناس يا جماعة. طول ما الراجل قليل الادب وسافل معاكي تعرفي ان انت اللي على الحجر. اسمعي مني، لو راجل مؤدب معاكي وكده تعرفي ان هو قليل ادب مع حد بره. خليه يقل ادبه معاكي فوزيه، تقفشيش فوزيه. وهنا حابب اطمن كل بنت حبيبها بيكون قليل ادب معاها او سافل، انت تطمني، انت كده في الامان. انت لو حبيبك ما كانش قليل ادب معاكي وسافل ومش محترم، هنا تقلقي. وده انت تطلبي منه انه يبقى سافل، انت تقولي له حبيبي انت ما بقيتش تبقى سافل ليه؟ حبيبي انت ما بقيتش تشتمني ليه؟ لازم تطمني على نفسك، غير كده انت في خطر. حاجتين لو عملتهم هتتعذب في حياتك. اول حاجة انك تسيب سريرك الصبح عشان تروح الشغل. تاني حاجة انك تبعد عني. بص انا استحمل ان اسيب سريري عادي الصبح، لكن اللي فعلا ما اقدرش استحمله انا وكل الناس اللي بتشوف الفيديو ان هي تبعد عنك. اه انت حقيقي محدش يقدر يبعد عنك، انت من محور الكون، فما ينفعش ان انا ابعد عنك، وان انا ابعد عنك دي كده بتساوي ان انا بخسر حياتي. فانا ما انصحش اي حد يبعد عنك لان هو كده هيبقى في خطر. يا نسا، يا نسا، نعم. معكيش مناديل بالله عليكي؟ مناديل؟ عشان الواد رجع الولية في العربية. لا انا ما بشيلش الحاجات النضيفه دي على الصبح. في ايه يا بنتي؟ انا بكلمك. ايوه انا ما بشيلش الحاجات النضيفه دي، انا بشيل الحاجات الزباله. انا اصلا بص ازبل حاجات في الدنيا انا اشيلها معايا، لكن الحاجات النضيفه دي اشيلها ليه؟ انا انسانه يعني قذره، يعني مش حوار. بس كده بس. كملي خلاص بدون ما حد في المنطقه. يا حلوة تعالي، اسمك ايه يا حبيبتي؟ اسمي مريم. مريم ايه يا اسمي مريم محمد. وانت اسمك ايه يا حبيبتي؟ ماليش دعوة، ما انت كده مصر القديمه النهارده. حقيقة الخناقات اللي بتتم قدام مدارس البنات دي حاجة بتبقى مقززة جدا، يعني حاجات مقززة جدا. الخناقات دي البنات بتبقى تحسها عيال صغيرة كده، ريحتها سندوتشات مدرسة بيتخانقوا مع بعض. بص شتايم. الجيل اللي طالع ده يا جماعة جيل خطر جدا حقيقي. انت لو مركزتش معاهم، كل اب او كل ام ركزت مع بنتها تشوف هما بيعملوا ايه او ولادهم بيعملوا ايه، حقيقي انتوا هتواجهوا كارثة. يعني في خلال الكام سنة اللي جايين دول انتوا هتلاقوا الشتايم بقت حاجة عادية في الشارع، قلة الأدب بقت حاجة عادية، مبقاش خلاص في أخلاق، مبقاش في أي حاجة. هنبقى في أخطر مرحلة حرفيا. فعشان كده انتوا شايفين البنات عاملين ازاي والتلاميذ قدام المدرسة. هنا رسالتي لكل أب وكل أم، خلوا بالكم من بناتكم. وبس كده، دي نهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك. كان معكم العبقري، شكرا لكم يا جماعة.